تعرفون شنو أصعب شي؟ من تشوف إنسان تحبه ويهمك متصل، بس ما تقدر تحكيها ولا تقدر تسلم عليه لأن ببساطة متزعلين. من تظل تباع على آخر كلام بيناتكم وتنقهر وتريد تكتب له وتتراجع، وتبقى تتذكر أيامكم وتشتاق له، وبعدين تتذكر آخر موقف وتقول لا ما أريد أتنازل وأكتب له. لو تبقى تراقب بروفايله وتشوف منشورات حزينة يجي بالك قصدك بيها، أو منشورات تدل على الفرح وتقول هو ينشر حتى يقهرني، أو يريد يبين هو ما مهتم. بس الحقيقة اللي ما تقدر تعترف بيها لنفسك، أو ما تريد تصدقها وتبعدها من بالك إنه هو فعلا ما مهتم، ولا دا يفكر بيك ولا دا تجي بباله أصلا. ومرات نتندم لأن اهتمينا بيك ناس أكثر من اللازم، وانطيناهم أكثر من اللي يستحقوا، ونقول هم اللي خسرونه. ومرات نقول لا مو قصدهم، احنا فعلا كنا غلطانين، احنا اللي أذيناهم، احنا اللي جرحناهم وهم تحملونا هواية، ونحاول نبرر لهم أفعالهم ونطلع لهم ألف عذر، وبعدين نتأكد إنه احنا فعلا غلطنا، بس غلطنا من طيناهم اهتمام أكثر ما نطونه، وننقهر مو عليهم بس على نفسنا لما وصلنا هالمرحلة، ونقول يا ريت عرفنا قيمتهم من زمان. صدق مرتاح وانا بعيد، ما مهتم على غيابي. صدق مرتاح صدق وتنام طول الليل، أبد ما محس بإحسابي. صدق مرتاح لا متخيل دموعي، لا بصافني شوية مكان الصار سويته، ولا هيك قطعت بي. لا متخيل دموعي، لا بصافني شوية مكان الصار سويته، ولا هيك قطعت بي، ولك ماكو